السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعيني؟ رجعت وياكم حلقة جديدة. إن شاء الله احنا البارحة كنا مخيمين ببنكة ناورة بموت. راح إن شاء الله نخيم بشلال دوزان يصير على حدود إيران بجهة بسليمانية، كان قريب على أربيل. ابقوا ويانا وتفاصيل السفرة. طلعنا من بنكة ناورة وإن شاء الله متوجهين الشلال دوزان. الأجواء كلش حلوة، الشمس شوية قوية بس كان بالشمس قد 39. هسه من نمشي نشوف ايش قد تصير حارة، لأن حارة تقريبا هسه يمكن هيك 25. نزول قوي، يعني البكة صار فوق الجبال، تشبه فيلاو بس أصغر، بيها الشجر. هي صراحة أحلى من فيلاو، بس كمنظر يعني فيلاو كخضار هي أحلى، بس فيلاو كثلج وخضار يعني أجواء لا كلش حلوة هناك. ظل الثلوج بفيلاو بالجبال الدائرة دايرة البعيدة يعني تبطي بيها الثلوج. شوف هذا النزول مالته، نزول كلش هواي، نزولها كلش صعب، يعني الطريق شوف كله حصو وبيه طسات وصعود يعني كلش قوي، يعني بروح وبرجع الصعبات شوي، نزولها صعب. هذا النهر حلو، البحر خلص تراب ومطر، يعني تلفن دراجات الخيمة هذا كلها تلفت، يعني دراجتي مغطيها زين، دراجتها زين كلش على حالاطين صارت. وفي المنظر رهيب. طبعا هذا منه يجري ماي، شوف النهر جوا، شوف الطريق ايش قد حلو بالضباب، خربان بالضباب. وصلنا لطريق التبليط وان شاء الله راح نرجع على طريق سليمان اكون مسي، يعني من هاي الجهه، وبعدين نروح باتجاه دوكان، واكو فرع ودينا نسيت ايش اسمه، شلال دوزان. طبعا شلال بعيد وقليل الناس تروح له، ما معروف كلش. احنا نحب الاجواء يعني الجديدة، نستكشف والمكانات البعيدة اللي ما حد واصل لها، المكانات الهادئة. ما نحب يعني المكانات المعروفة الناس كلها تجيها، الهوسة كلها زبالة والناس تجي تخيم وياك، وما نحب وحدنا ومكان بعيد وطبيعي كلش. بس البحر عشان ما حد يجيها، يعني حاطين قلابات وتوهم بانين تكون صحيات، هم يريد يسوونها بعد، يعني ناس راح تنعرف تجيها يسوون مصيفة او هيك شي يعني. هاي وقفنا على الطريق، صار وقت الصلاة، راح نصلي ونكمل طريقنا ان شاء الله. بس شوف الجامع وين بمنطقة، شوف المنظر سبحان الله. مكملين طريقنا ان شاء الله، بقى للشلال 150 كيلو تقريبا. راح نطلع على ايرانيا، ومن هناك نطلع على، هو تابع لمنطقة قلعة دزة، من هناك يبعد تقريبا هيك 30 كيلو عن قلعة دزة، تقريبا كلش قريب على حدود ايران. الاجواء لطيفة، الضباب هيك رطوبة، تنقط شوية وتقطع، بس الشمس قوية، إذا طلعت الشمس تغرب الشمس تحتر. هو البنزين من هذاك المكان ومكملين طريقنا، بس وقفت شوية هذا على النهر، بس حامض لحد الآن ضباب الأجواء، ضباب مخرب المنظر. بس شيلي شللاته. شيلي فوق جهة. مالي ما باكي تشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مكملين طريقنا وسط هاي الأجواء الجميلة، شمس ماكو، الحرارة 27، الهواء منعش كلش منعش. قطعنا تقريبا 40 كيلو، فاقدنا 120 كيلو، بس طريقة يعني واحدة، سفرة واحدة، يبغون الناس كلش.
يابا طريق احلى من طريق يعني. لو اكو شحن وذاكرة الكاميرا ما اطفيها، بس يصير الفيديو ممل ويصرف ذاكرة وشحن. هذا جبل كلش حلو بالطريق شلون صاعد. هذا منا على اليمين ورا الاشجار اكو هم جبل مثله شبه، بس هذا يا بين. نزلنا بالشارع نرتاح لنا شوي هنا على مجرى النهر. طببت الدراجة هنا تقريبا بقانا 95 كيلو لشلال دوزان. حاليا احنا بتقاطع اللي منا دوكان ومنا يودي على غانية. طبقنا على هذا المطعم راح نتغدى ونكمل طريقنا ان شاء الله. نفس الجوز، هذا نفس الجوز يقول. ما يجي كلمة فوق. لا لا. هذا ما يموت. شوفوا قدامنا هاي بحيرة دوكان، منا على اليسرى دوكان ومنا بحيرة رانيا الكبيرة. راح نطلع دوكان راح يصير على اليسرى، نعوفها نطلع على قلعة دزة على اليمنى. باقي الشلال شو اسمه شلال دوزان 80 كيلو تقريبا ساعة ونص لان صعود ونزول والوفات. ما شاء الله. هو احنا بشوي البحيرة من جهة الشرق. انا هذا الشارع كلش حبيته، خضار على الجهتين يعني بيها تلال وكلها خضراء. طريق عدل بس بيها تلال كلش حلوة بالدراجة. جيت بيها سريع. سيد وعمار شو ما هم مشيت هواية وسريع، لأن أعدي بالتليفون أشوفه عدل فأمشي سريع. علوة ناس ما يبين اللوفات، فاحتمال هم يخففون بالعلوة لأن الطريق ما ينشاف. بس بالخريطة هاي من فوائد الخريطة، هاي واحدة من عندهن انه تعرف اللوفات والطرق يعني تعرف تحدد سرعتك. شوف جمال الطريق سبحان الله، اخضر والبحيرة بالاخير. بس الضباب اليوم خارب المناظر كلها، البعيدة ما تشاف كل بالكاميرا كل شيء ما يبين. ايش البحيرة خضار وممتد بالبحيرة وراها جبال، منظر رهيب. طبعا الجمال الطبيعة ما نوصف. انا هذا شهر اول مرة اجي بيه، انصدم يعني ما على بالي مناظر اعتيادية. لا هنا اجواء تختلف حلوة، يسوى واحد يجي من عنده. حاليا وصلنا تقاطع دوكان رانيا. هاي بحيرة رانيا. راح نطلع يمنى على قلعة دزة ونعبر النهر ونروح يمنى. اجواء كلش يعني ما تنوصف. على هذا المنظر، هذا النهر. راح نوصل قلعة دزة تقريبا كيلومتر 3، وبعد انه بنطلع يمنى على طريق الشلال. هاي البوابة مال قلعة دزة وصلنا لها. مناظر كلش حلوة. حاليا بقلعة دزة، بسوق قلعة دزة، كملنا مسواقنا واغراضنا وان شاء الله متوجهين للشلال. باقي للشلال 30 كيلومتر. الاجواء بدأت تبرد، درجة الحرارة 24. هسه حاليا بالساعة 6. اجواء كلش حلوة، الشمس ما هي راحت بالغيم ورا الجبال. اجواء كلش حلوة والمناطق كلش حلوة. قلعة دزة كلش حلوة، مدينة كبيرة توقعت هيك صغيرة. تبليط وبدا شارع ترابي وسبيس. بقى للشلال 10 كيلوات. شوي راح يتعبنا هذا 10 كيلوات، وبدأت تظلم الدنيا. خرونا بالسيطرة.
ولا يخابر ما ادري يرجع ايش اسمه، هذا مسؤول ما يخابر ما انت ننتظر كذا ننتظر ما نعرف نتيجة شنو. اخر شيء قال لي يلا روح. هاي بدأت تظلم الدنيا بعد ان كلوا وين نص للشلال. والاجواء باردة وكل هاي السيطرات القريبة كلها قالت ترى باردة بالليل. قلنا لهم عادي احنا جايبين حاسبين حسابنا. هاي وصلنا للشلال بس ما ادري يمكن بالكاميرا ما مبين. هذا نهاية الشارع. هسه بس خلنا نخيم واخذ اللايت واشوفكم اياه والصبح ان شاء الله التصوير الصحيح. هاي نصبنا الخيم نزلنا اغراضنا وهذا الشلال ما مبين صار الصبح اشوفكم اياه. راح نكمل صلاة ونسوي عشاء. يا عمار باين مو عم زين؟ ايه هذا الباذنجانهم يبطي. شي تكشيفنا عمار. كملنا عشاء ولمينا اغراضنا بس معين الغسل باس نغسلهم ان شاء الله. عمار نمت شني؟ باردة اي جو بارد هنا. شنو هاي البرد؟ يلا راح نفرش وننام على مود الدفو. هذا سيد لبس قمصله. هذا سيد شلون البرد؟ باردة هنا كلش. صباح الخير. طبعا تأخرت لأن نمت جماعة قاعدين من وقت. صباح الخير سيد. سيد جاي يحضر بريوق. احنا جاي نلم بالغراض. قعدتنا بس الخيمة نفلشها ونلمها على مود نروح نطب جوا بالشلال. نصور كم الشلال ونكمل ونتوكل المكان ثاني نخيم بيه. عاش ايديكم اخوان. هايكم لسفرتنا المتواضعة وسامكم العافية. راح نستكشف الشلال وهم نسبح جوا. ما شاء الله.
ولهنا كملنا جولتنا بشلال دوزان، وينتهي تخييمنا، وإن شاء الله متجهين لإيرانيا على بحيرة إيرانيا هم إن شاء الله نخيم. انتظرونا بالحلقة الجاية، في أمان الله.